كتير، واللي كتب عنه صالحين تذوقوه. والناس اللي ليها فلسفة في الحياة وفي العلاقة مع الله دايما يكتبوا عن مستويات الرضا. وأصل الرضا مش بيكون عن الأحداث، أصل الرضا بيكون حالة من الطمأنينة للرب خالق الأحداث، إن أنا مستحيل أضيع في وجود حكمته ورحمته وعلمه بحالي. فكل ما العبد يتعرف على الله كلما يطمن لله، فتسكن روحه تحت مجاري الأقدار. ويتسأل الحسن البصري: من أين أتي الخلق؟ يا ناس تعبانة من إيه؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل: ومن أين تأتي قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. كل ما تعرف ربنا كل ما تطمن له، كل ما تطمن لأفعاله اللي هي أحداث الحياة. ومن ضمن التعريفات الجميلة للرضا لما سئل سيدنا يحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على 4 أصول: إذا أعطاني الله قبلت، وإذا منعني رضيت، وإذا تركني عبدت، وإذا دعاني أجبت. إذا أعطاني قبلت، سواء كان العطاء ده أقل مما تتوقع أو أكتر مما تتوقع، وسواء كان عطاء مادي في المقتنيات أو الأموال أو عطاء معنوي في العبادات والمعاني، ما دام أنت سعيت وتعبت يبقى من الرضا قبول عطاء الله سبحانه وتعالى بعد سعيك ده. الكلام ده في الأشياء المادية وفي المعاني، حتى العبادات. في عبادات مفتوح عليك فيها دلوقتي وانت بتسعى لها، وعبادات تانية واحدة واحدة بتحاول تسعى ليها ولسه لم يفتح عليك فيها، فكمل سعي وانت راضي. بعض أصحابنا يبقى عامل حسابه يكسب 100 في تجارة معينة فيكسب 80، فتقول له أخبارك إيه؟ يقول لك والله خسران 20 مش كسبان 80. وده عكس معنى قبول العطاء بعد السعي. ساعات تسعى في شغل مثلا معين فتجيلك فرصة عمل معينة بعد جد وبحث منك، ارضى بيها وانت فيها اسعى للي نفسك. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرضينا جميعا ويرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب يا رب. يا صباح الخير، يا صباح الرضا، يا صباح كل حاجة حلوة على قلوبكم. زادت القناة شرف وبركة بيكم يا احلى اخوات، كل اللي نوروني وشرفوني. القناة زادت شرف بيكم. النهارده بقى نزلنا جبنا شويه مشتريات يا حبايب خوخه، وهنخزن شويه حاجات حلوين قوي كده. زي ما انتم شايفين في اول الفيديو كنتوا شايفيني بفضي بلح ياما كده. انت جايبه بلح ليه يا خوخه وانت هتخزني بلح؟ ايوه انا هخزن بلح. انا ما البلح الكبير ده بيخلص انا ما بعرفش اكل بلح اسمر من اللي هو المكبب ده. وطبعا بيجي في ايام الشتاء بيبقى كل البلح خلص ما عدا البلح اللي هو المكبب اللي بيبقى محطوط في التلاجات ده. فقلت تلاجة بتلاجة اجيب البلحية اللي انا بحبها واحطها ايه في الفريزر عندي، ما بيحصلهاش اي حاجه. وعامله الموضوع ده بدل السنه كذا سنه، يعني مش اول مره اللي انا اعمله، لا كل سنه في نفس هذا الايام كده بقوم إيه شاريه 2 3 كيلو كده مش كتير يعني. وبقوم حطاهم في الفريزر. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهوت مسكته غسلته كويس جدا، ولقيت سعره حلو، لقيت الكيلو عامل 10 جنيه. انا كنت مخزنه شويه قبل كده كان الكيلو ب12، 12 ونص. كمان جبت الكيلو وربع بال15. ده انا جبت الكيلو ونص بال15. جبت 3 كيلو ب30 جنيه. بس اهم حاجه تجيبيها بلحه ناشفه، يعني تلفي السوق كله كده لحد ما تجيبي بلحه ناشفه. اليوم اصلا المشتريات ده بتبقى ايديا يعني ببقى واقفه مش ثابته في مكان. يعني شايفين هنا برضو بقول لكم، هنا طلعت الفرخه بتاعه الغدا. طول ما انت واقفه في المطبخ ايديك رايحه يمين في شمال كده، يعني تحركوا نفسكم كده. طبعا انتوا اشطر مني واحسن مني في كل حاجه، بس احنا بنفيد بعض وبنتعلم من بعض. يعني فكره البلح دي قلت برضو اشور عليكم بيها، يمكن لو انتوا حابين تعملوها. وفي نفس الوقت كده وانا واقفه برضو قمت ماسكه بطاطس من اللي انا شارياها، وقمت مقشراها كده للفطار. وجبت هنا بقى فوطه او اي حاجه انت مستغنيه عنها، بس اهم حاجه تكون نظيفه. وتقومي حاطه البلح كده عليها. هنا بقول لكم لحد ما ينشف خالص ما يكونش عليه ميه، هقوم ماسكاه معبياه في الاطباق الفل. وهنا برضو اشتريت طماطم التلاتة ب10 يا بنات. طماطم اللي هي الطيبه بتاعت الطبيخ دي. ما كانش عندي في التلاجة فوق في الفريزر خالص اي حاجه للطبيخ طماطم خالص، ولا حبات ولا صلصه. فقلت بما اني بقت في السوق اجيب برضو شويه طماطم كده واحطهم في الفريزر، مش هيخسروا معايا. طبعا انتوا عارفين احنا داخلين على الشتاء والطماطم سعرها بيرفع، يعني الطماطم بتغلى في الشتاء.
مسكتها غسلتها وقطعتها كده زي ما انتم شايفين. بصوا كل ده يعني اللي انتم شايفينه ده كله في يوم واحد، المشتريات بتوضيب الغدا بالطماطم بتخزين البلح كله في يوم واحد. فعشان كده بقول لكم مشوا نفسكم كده وايه، ودايما ايديكم تكون في المطبخ. وزي ما انتم شايفين بوتاجازي الحمد لله وبفضل الله نضيف ما فيهوش اي حاجه. هنا الطماطم بعد ما استوت معايا خلاص بقوم ماسكاها فرماها يا بنات في الخلاط، وجايبه المصفى بتاعه الغله. المصفى بتاعه الغله دي بحب اصفي فيها قوي. بقوم ماسكاها كده مصفيه فيها، مش بتاعتي والله المصفى دي شحتها من جارتي عمتي سعديه ربنا يبارك فيها يا رب. انا عندي واحده منها، انا عندي 3 في بعض بس محطوطين تحت السرير الكبير، وعشان اطلعهم مولهم مول. فقلت لها يا ايسل انزلي حتى بتاعت تيتا سعديه اصفي بيها الطماطم وكده وانزلها على طول. طبعا زي ما انتم شايفين القشر ده كله انا ما بحبوش يكون موجود في الاكل. بقوم ماسكاها مصفياها كويس جدا وراميه القشر بتاعها، وبرجع تاني احطها على النار. وهنا طبعا هتلاقوا البوتاجاز بتاعي ما كانت بتفور اتبهدل، هيرجع يتغسل تاني من اول وجديد. يعني البوتاجاز بعد ما كان نظيف، وبقول الف حمد والف شكر ليك يا رب، اتبهدل معايا تاني. بس على مين؟ مش على خوخه، هغسله وهخليه ايه فله شمعه منور. طبعا يا حبايب قلب خوخه لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعمونا بايه، باللايك وبالاشتراك يا حبايب قلبي عشان يوصل لكم البت خوخه الشطوره كل ما هو جديد. هنا طبعا بعد ما بردت معايا ده تاني يوم للطماطم، بعد ما بردت خالص معايا قمت جايبه كده علبه بلاستيك، اي علبه متاحه عندك. ما عندكيش علب من دي اكياس لبن زي ما انا هستخدم برضو. العلبة دي انا حطيت عليها زيت، دي هحطها في التلاجة من تحت، يعني مش هحطها في الفريزر، ده هحطها في التلاجة من تحت استخدمها كده ايه الاستخدام اليومي. والتانيين هعبيهم في اكياس تلاجة واحطهم ايه في الفريزر عشان ما تبص معايا وكده. وطبعا انا باخد بمعلقة نظيفة يا بنات، انا باخد من الصلصة دي بتكون معلقة نظيفة وتكون ناشفة عشان ما تعملش طبقة بيضة معايا. طبعا انتوا خدتوا بالكم لو انتوا قبل كده خزنتوا طماطم في التلاجة بتلاقيها عاملة طبقة بيضة كده من على الوش. فاحنا ايه عشان نبعد الحركة دي او نبعد الحاجة البيضة دي، نبقى معلقة ناشفة جدا ما تكونش مبلولة. وبعد ما تخلصي تقومي في المكان اللي انت واخدة منه حاطة فيه ايه، حاطة فيه شوية زيت. طبعا اهو يا حبايب خوخة انا هنا هعمل كيسين في الفريزر وشوية في التلاجة، ومش اللي هي برضو كتير في التلاجة عشان ما تغيبش عندي في التلاجة وتبوظ مني وكده. طبعا يا حبايب قلب خوخة لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموا اختكم خوخة الشطورة ايه باللايك وبالاشتراك عشان يوصل لكم منها ايه كل ما هو جديد يا حبايب قلبي. إيه كده احنا خزنا الطماطم والبلح بتاعنا بنسيبه ينشف خالص يا بنات، وبنقوم جايبين اكياس اطباق فل وحاطين الاطباق فوق بعضها، ونقوم حاطينهم في كيس تلاجة كده او اكياس بيضة من بتاعة العيش دي، ونقوم رصينهم ايه في الفريزر. وهوريكم برضو شكلهم وهم محطوطين في الاطباق، بسم الله ما شاء الله بيبقى حلو جدا. وبيطلع بتسيبيه فوق دقايق كده وتقومي ايه مستخدماه على طول، ما بياخدش يعني وقت ولا اي حاجة، وبيبقى حلو جدا يا بنات. فجربوه وان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم، وهوش صعب يعني. هاتي كيلو، بلاش تجربي في كمية كبيرة لو انت خايفة، او نص كيلو حتى، وجربيه وهتلاقيه فعلا حلو وطعمه زي ما هو اكنه لسه ايه طازه كده وفريش. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم واكون كده ضيفه خفيفه على قلبكم يا احلى اخوات واحلى اصحاب في الدنيا بحالها. شايفين هنا بقول لكم بحط طبق وفوقه طبق، يعني بكفي طبق تاني فوقه عشان ايه ما يتهريش معايا البلح اللي تحته. وممكن برضو تعبيه في كيس كبير على بعضه كده لو انت عندك مكان كبير في الفريزر وكده. امال انا عشان مش مشغله دي فريزر، فبحاول على قد ما اقدر ان انا انظم التلاجة بتاعتي عشان تاخد كل حاجه معايا. شايفين البلحيه ما شاء الله ناشفه وبتلمع ازاي. استنوني في فيديو جديد، هتوحشوني، مع الف سلامه.